طبعا انتوا فاكرين من عنوان الفيديو ان هدخل اشتم في افلام الخيال العلمي المصرية واقول لكم انها وحشة عشان عندي عقدة الخواجة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن افلام الخيال العلمي المصرية، الحلو منها والرخيص كمان. حدوتة السينما مع الخيال العلمي بدأت في سنة 1902 في فرنسا، لما اتعرض فيلم رحلة إلى القمر اللي بيحكي عن أول غزو تخيلي للفضاء. وده اللي شجع صناع السينما في مصر إنهم ينتجوا لينا أفلام من النوع ده. في سنة 1950 أنتجت السينما المصرية أول فيلم خيال علمي، وكان برضه بعنوان رحلة للقمر، بطولة رشدي أباظة وإسماعيل ياسين. الفيلم بيحكي لينا عن اتنين علماء بيطلعوا رحلة لسطح القمر عشان يستكشفوه، ولما بيروحوا هناك بيلاقوا ناس عايشة على القمر. الإخراج في الفيلم ما كانش حلو، وكوميديا إسماعيل ياسين كانت وحشة وسطحية في الفيلم. انت مش هتحس أساسا إن هما بيصوروا أساسا على القمر، دول كانوا بيصوروا في الصحراء باين. نقدر نقول إن الفيلم كان معالجة ساخرة لأفلام غزو الفضاء. في سنة 2011 قرر أحمد مكي إنه يعمل نفس المعالجة دي في فيلم وسيم علي بابا، الفيلم اللي ناس كتير بتشوفه على إنه أقل أفلام أحمد مكي، مع إن الفيلم كان تجربة جديدة في السينما المصرية. هو كان فيلمين في فيلم واحد. الفيلم بيحكي لينا عن سيما علي بابا اللي بتعرض مجموعة من الأفلام. أول فيلم عندنا حرب الكواكب، في أول 10 دقايق من الفيلم بنشوف تكملة لقصة حزلقوم واللي حصل له بعد نهاية فيلم لا تراجع ولا استسلام. بعد كده الفضائيين بيخطفوا حزلقوم وبياخدوه وبيعملوا عليه تجارب. الفيلم التاني ديك في العشة نقدر نقول انه بعيد عن الخيال العلمي وكان مايل للفانتازيا. القصة هنا بتدور عن مجموعة من الحيوانات اللي بيعيشوا جوه مزرعة، وطول الفيلم بيعانوا من اضطهاد مجموعة من الضباع اللي بترهبهم وبترعبهم. في نوع من أفلام الخيال العلمي الكيمياء بتدخل فيه كعنصر مهم، البطل بيستعين بيها وبتديله قوة خارقة. في سنة 1961 اتعرض فيلم عاشور قلب الأسد لعبد السلام النابلسي وزهرة العلا. الفيلم بيحكي لينا عن عالم مجنون بيخترع تركيبة كيميائية وبيحقن بيها بطلنا عاشور عشان بعد كده يكتسب قوة خارقة. لكن عاشور بيفقد القوة دي بمجرد ما مفعول العقار بينتهي. تنفيذ الفيلم ده كان ذكي جدا في انه يجيب فكرة كويسة وفي نفس الوقت مش هيكون فيها اي صرف على المؤثرات البصرية والجرافيكس، بعكس افلام غزو الفضاء اللي السينما المصرية فشلت فيها. ودي كانت نفس الفكرة اللي خدها محمد صبحي في فيلم أنكل زيزو حبيبي اللي كانت قصته مشابهة لعاشور قلب الأسد. زيزو شخص ضعيف بياخد عقار بيخليه عنده قوة خارقة. الفيزياء في أفلام الخيال العلمي بتمثل السفر عبر الزمن والعوالم الموازية. في سنة 1985 اتعرض أول جزء من سلسلة أفلام باك تو ذا فيوتشر، السلسلة اللي بتحكي عن السفر عبر الزمن. بعدها ب15 سنة في سنة 2010 اتعرض فيلم سمير وشهير وبهير للثلاثي فهمي وشيكو وهشام ماجد. الفيلم خد نفس فكرة باك تو ذا فيوتشر، لكن سيناريو سمير وشهير وبهير كانت معالجته مختلفة، وبالتأكيد تصميم الشخصيات والكوميديا اللي كانت في الفيلم المصري أحسن بكتير. ودي ما كانتش أول مرة السينما المصرية تقتبس من السينما العالمية في الخيال العلمي. فيلم حرام عليك اللي اتعرض سنة 1953، الفيلم مقتبس عن قصة وحش فرانكشتاين المشهورة. نقدر نقول كده إن ده أول فيلم زومبي في تاريخ السينما المصرية. موضوع نهاية العالم ودماره شفناه اتعالج قبل كده في كتير من أفلام الخيال العلمي الأجنبية، لكن اللي انتوا ما تعرفوهوش إن السينما المصرية قدمت النوع ده. في سنة 1990 اتعرض فيلم آدم بدون غطاء، الفيلم اللي بيحكي لنا عن بطلنا آدم اللي بيتفاجئ هو ومراته إنهم أول لما بينزلوا مصر إن العالم كله بيتدمر ومبيفضلش غيرهم. الفيلم مش هتلاقي فيه القصة الجامدة اللي هتأثرك وتخليك متشوق، لكنه مع ذلك فيلم مسلي وخفيف. السينما المصرية قدمت واحد من أهم أفلام الخيال العلمي في العالم. سنة 1987 اتعرض فيلم قاهر الزمن للنجم نور الشريف، الفيلم من تأليف الكاتب نهاد شريف. قصة الفيلم كانت بتحكي لنا عن الدكتور حليم زغلول اللي مراته بتموت بمرض ما كانش له علاج في الوقت ده، ولكن مع ذلك دكتور حليم ما بيفقدش الأمل وبيحتفظ بجثة زوجته بطريقة التجميد لفترة من الزمن. خلال الفترة دي الدكتور بيدرس علم الخلايا وبيحلم إنه يعيد إحياء الموتى. دكتور حليم شايف إن المشروع اللي هو بيعمله ده هيكون نهضة كبيرة للبشرية. فكرة الفيلم كانت سابقة لعصرها والسيناريو اتعمق بشكل كبير فيها، ونقدر نقول إن قهر الزمن كان واحد من أحسن أفلام الخيال العلمي المصرية اللي قدرت تنافس الأفلام الغربية. وده كان من الأعمال اللي ساهمت في رفع نجومية الفنان الكبير نور الشريف اللي كمل في نوعية أفلام الخيال العلمي بعد كده. بالفيلم الرائع الرقص مع الشيطان، المميز في الفيلم ده انه مش بس خيال علمي، الفيلم فيه لمحة رعب ولمحة دينية. الفيلم بيحكي لينا عن الدكتور واصل اللي بيرجع لبلده بعد ما حصل على درجة الدكتوراه من الاتحاد السوفيتي. واصل ملحد وما بيؤمنش بوجود الله،
قصة واصل في رقص مع الشيطان بتبدأ لما بيلاقي زهرتين بيجري عليهم بعض التجارب، وفي النهاية بيستخلص من الزهرتين عقار بيخليه يسافر بالزمن، فبيرجع لزمن أجداده وبيكتشف إن في كنز موجود في بيته. لو ما كنتوش شفتوا الفيلم ده أنا برشحه ليكم، هتستمتعوا جدا بيه. في سنة 2020 اتعرض واحد من أحسن أفلام الخيال العلمي المصرية، فيلم توأم روحي اللي قدم لينا معالجة مختلفة لفكرة العوالم الموازية. ونقدر نقول إن أمان التونسي كتب قصة حلوة عن العوالم الموازية، وقدرت تقدم معالجة ممتازة ليها، وده كان سبب من أسباب نجاح الفيلم. قصة فيلمنا بتحكي عن عمر اللي مراته بتموت في شهر العسل، بعدها عمر بينصدم وبيدخل في حالة نفسية وحشة، وبيحس إن الحياة وقفت. وعشان يطلع من أزمته بيروح لدكتورة نفسية، واللي وعدته إنها هتخليه يشوف مراته تاني. وده اللي حصل فعلا، عمر رجع يشوف ريم بس في عوالم مختلفة. العوالم دي كلها بتكون في العالم الباطن بتاعه. الفيلم ده من أجمل أفلام الخيال العلمي المصرية اللي ممكن أي حد يشوفها. الروبوتات واحدة من أهم العناصر الموجودة في أفلام الخيال العلمي، ودايما بيكون الروبوت أو الإنسان الآلي عنصر جذب المشاهدين. في سنة 2021 قرر بيتر ميمي إنه يقدم لينا أول فيلم عن روبوت مصري بعنوان موسى. الفيلم يعتبر هو تاني فيلم في عالم المستضعفون، العالم اللي بدأه الهرم الرابع. قصة فيلمنا بتحكي عن يحيى الطالب اللي بيدرس في كلية الهندسة وبيتخصص في قسم الميكاترونكس، وعشان يحيى يتخلص من توحده بيقرر يخترع روبوت بيسميه موسى، ومن هنا بتتوالى الأحداث. من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الفيلم نموذج الروبوت اللي كان مشابه جدا لفيلم ريل ستيل. الحاجة الكويسة اللي كانت حلوة في الفيلم هي أداء كريم محمود عبد العزيز. وفي سنة 2023 السينما المصرية قدمت لينا فيلم تاج اللي بيتكلم عن أول بطل خارق مصري. الفيلم بينتمي لنوعية الميتا هيومن، بالرغم من إن الفيلم تحسه واخد من ديد بول وسبايدر مان ومخلط ما بينهم، وده اللي واضح لينا من زي تاج، إلا إن الفيلم كان مقبول. قصة فيلمنا بتحكي عن تاج اللي بيكتشف إنه عنده قدرات خارقة فبيقرر استغلها لمحاربة الشر، وبتتوالى الأحداث. وفي جزء تاني هينزل قريب من الفيلم. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم إيه أكتر فيلم حبيتوه من أفلام الخيال العلمي المصرية، وإيه أكتر فيلم شايفينه إن هو حلو. مستني رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.